السلام عليكم، واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في صحه جيده ان شاء الله. اليوم جيت بغيت نشارك معكم واحد الطارطه او كيك طبقات صايبته. قلت نشاركه معكم. هنايا درت واحد 3 ديال البيضات. كما كتشوفوا البنات درت 3 ديال البيضات، كاس ديال السنيده، غادي نضيف قبيصه ديال الملح وغادي نطرب هذاك الخليط مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالو واللي تقريبا بحال الابيض. وغادي نضيف المقادير اللي بقاو. كما كتشوفوا انا خلطته هنا بالباتور. يمكن لكم تخلطوا غير بالطراب اليدوي او بطحانه مولينيكس اللي كنطحنوا بها العصير. المهم او الطراب الباتور اللي بغيتو. هنا البنات انا راه هاد 3 ديال البيضات غنصاوب بهم 2 ديال لي طاق ماشي غير وحده. حيتاش انايا كنت غادي عند واحد البنت صاحبتي، صايبت وحده ديتو وصايبت وحده خليتها المالين الدار الوليدات وداكشي كالو حتى هما. راكم عارفين البنات الا كانوا وليدات اي حاجه ضروري حتى هما يبغيو يذوقوا منها. المهم صايبت الجات، هاد 3 ديال البيضات صايبوا لي الجات لحقاش الكيك كيكون غير طبقه رقيقه. هنايا طربت هذاك الخليط مزيان، من بعد استخدمت الطراب اليدوي. غادي نضيف داك الكاس تاع الماء الزيت وكاس تاع الماء. يمكن لكم هذاك الماء تستعملوا في بلاصتو عصير ديال الليمون او كاس ديال الحليب. انا هنايا ضفت غير كاس تاع الماء. ضفت هنايا واحد الساشيه ديال الفاني. يمكن لكم تنسموا بقشور ديال الحامض او قشور ديال الليمون اللي بغيتو. النكهه كتبقى على اختياركم. وغادي نضيف هنايا الدقيق. انايا عندي هنا واحد الزلافه ديال الدقيق ولكن ما ضفتهاش كامله، تقريبا بقى منها واحد 3 ديال المعالق من الزلافه ديال الدقيق. عندي هنا 2 ديال الساشيات ديال الخماره او بيكنج باودر. صافي غنضيفهم من داك الدقيق وغادي نغربلو ونخلط مزيان. خديت انايا المول اللي خدمت بهم، خديت المول ديال الزاج لحقاش غادي تبقى فيهم ديك الكيك ما غاديش نحيدها منهم. غادي نعمل فيهم طبقات نيت. صافي غربلت داك الدقيق، خديت داك المول كما قلت لكم دهنته بشويه ديال الزيت ودرت فيه شويه ديال الدقيق. يمكن لكم دهنوه حتى بالزبده الا بغيتو، انا دهنت غير بالزيت. صافي وخويت فيه داك الخليط. مني حصلت على خليط ديال الكيك خويته في هذوك 2 ديال الليمون ودرتهم في الفران. ما درتهمش في الفران من ديريكت، ضروري ديري تحتهم واحد الطاوه او لاطه ديال الفران، اللاطه اللي كنطيبوا فيها الخبز او الحلوى. درت هي الاولى، حطيت فيها دوك الليمون ديال الزاج صافي ودخلتها للفران حتى طابت. ما تشدش الوقت بزاف، تقريبا واحد 10 ديال الدقائق تقريبا او لا 12 دقيقه. صافي وكتجبدوها. الا عندكم البنات الخل ضيفوا واحد المعلقه ديال الخل. انا صراحه ما ضفتهاش ولكن جات الكيك جات رطبه، نتوما غتشوفوا معايا جات رطبه بزاف. صافي تخليوها تكون هي سخونه ويكون العصير او لا. انا البنات هنايا استخدمت مشروب غازي او مناضه. استخدمت ديال نكهه الليمون. يمكن لكم تستخدموا العصير ديال الليمون. انا بصراحه ما كانش عندي الليمون. خديت هذيك القرعه فيها اطرونس ب6 دراهم. صراحه كتجيني انا بحال اقتصاديه هي على الليمون. صافي خديتها وهي باش خدمت كاس ونص سقيت بهم. الكاس الكبير عامر سقيت به الكيكه اللي كبيره، ونص كاس سقيت به الكيكه اللي صغيره، وما تبقى تقريبا ايطرو صايبت به هذيك الطبقه الثالثه. صافي هادو هما ليمون اللي باش خدمت، ليمون مربعين، هذاك واحد كبير وواحد متوسط. صافي كتخويت فيهم هاد الخليط ديال الكيك. كما كتشوفوا الخليط راه ماشي خاطر بزاف، كيكون شويه شويه جاري شويه مطلوق. صافي كتخوي هذاك الخليط. انا الفران مشعله باش يسخن. دخلت ليه هذيك الكيك وخليته حتى يطيب، ومني يطيب ونسقيه ونخليوه
يكون نحطوه حدانا باش يبرد ونوجدو الطبقه الثانيه ديال الحليب اللي عندنا فيها ايطو ديال الحليب. صافي كندخلوهم للفران. عندي هنايا كما كتشوفوا ايطرو ديال الحليب، غادي نعمل فيه النشا، وعملت فيه واحد نص كاس تاع سنيده. النشا هنايا كما كتشوفوا تقريبا عملت واحد 6 ديال المعالق ديال النشا، وعملت 2 معالق ديال كريم باتيسري. هذاك كريم باتيسري تيعطي واحد النكهه زوينه. صافي وعملت هذاك كما قلت لكم نص كاس تاع سنيده، وكنخلطو شي مزيان وكنحطو فوق النار مع التحريك. ضروري البنات تبقاو تحركوا باش ديك النشا ما تحرقش لكم في القاع ديال هذيك الكسرونه وتعطيكم واحد النكهه خايبه. كتبقاو تحركوا ونقصوا عليها النار صافي حتى كتعقاد لكم داك الخليط، وكتخويو فوق هذيك الطبقه ديال الكيك. هنا البنات انا راه الكيك جبدتها من الفران، غادي نحط هذه فوق النار وغادي نوريها لكم. الا ما كانش عندكم هاد الكريم باتيسري ماشي ضروري ديروها، يمكن لكم تضيفوا بلاصه نشا. صافي وكنخلط داكشي مزيان نحطو فوق النار. كما كتشوفوا ديال الكيك من بعد ما جبدناها من الفران كما كتشوفوا كتجي رطبه رطبه بزاف. كنتقبوها بالفرشيط بحال هكا. الا ما بغيتوش البنات تسقيوها راه ماشي ضروري، لحقاش الكيك كتجي رطبه. صافي وكنسقيها هذيك اللي كبيره كنسقيها بواحد الكاس ديال هذيك المشروب الغازي، وهاد اللي صغيره كنسقيها بنص كاس. صافي ندوز باش نضيف ليها هذيك الطبقه الثانيه ديال الحليب. صافي وكندخلها للثلاجه حتى كتبرد وتشد في راسها شويه، عاد نصايبوا الطبقه الثالثه ديال هذاك المشروب الغازي. يمكن لكم كما قلت لكم تضيفوا الليمون، ديروا في بلاصتو الليمون، عصير ديال الليمون. انا ما كانش عندي. هنا كما كتشوفوا من بعد ما عقاد لينا داك الخليط ديال الحليب صافي ضفتوه هنا فوق هذاك الكيك، وكنساوي ديك الطبقه ديال الكيك مزيان ديال الكريمه. بعد ما كنضيفها للكيك كنحطها نخليها حتى كتبرد شويه صافي، وكندخلها للثلاجه حتى كتشد في راسها مزيان. ما كتعطلش البنات، تقريبا واحد 10 حتى ل 15 دقيقه صافي كتكون شدات راسها. صافي وكنضيف الطبقه الثالثه، كنوجد ديك الطبقه الثالثه حتى هي وكنضيفها ليها صافي، وكنخليها انا درتها في الكونجيلاتور بغيت باش يبرد ليا بالزربه. كما كتشوفوا البنات عندي هنايا ايطرو داك المشروب الغازي او عصير ديال الليمون. كما كتشوفوا انا راه درت جهتين، نتوما البنات الا بغيتو ديروا غير وحده راه غادي تنقصوا من هاد الكميه ديال المقادير كاملين. البيض راه يمكن لكم تضيفوا غير بيضه او جوج ديال البيضات تقريبا الا كانوا صغارين. انا هاد البيض اللي خدمت به غير صغير بالنسبه للكيك، ديروا غير بيضه وحده اللي كانت كبيره، الا كانوا صغار ديروا جوج. والحليب ديروا نص ايطرو، هاد العصير تا هو ديروا نص ايطرو. كما كتشوفوا هنا درت 4 ديال المعالق ديال النشا، وصافي كدير داك الايطرو ديال الحليب كتخلطيه مزيان وكتضيفيه فوق النار. ما درتش فيه السنيده البنات، راكم عارفين تيكون حلو، والطبقات الجوج تا هما حلوين بلاش ما ديروا السنيده.
صافي وكنحطو فوق النار مع التحريك، ضروري التحريك باش ما يحركش لينا من التحت. هنا كما كتشوفوا جبدت هذيك من الثلاجة، شدات لنا راسها هكا. ولكن البنات من تبغيو تخويو الطبقة الثالثة ضروري ديروا شي معلقة ولا شي حاجة، ما تخويوش ديريكت فوق الحليب بحال هكا، ضروري واحد المعلقة بحال هكا. صافي خويو فوق هذيك الطبقة ديال الحليب، خليوها حتى شوية حتى كتبرد. صافي ودخلوها للثلاجة او الكونجيلاتور حتى تبرد مزيان. ضروري غطيوها باش ما تاخذش لكم الريحه ديال داكشي اللي تيكون في الثلاجه. غطيوها بواحد البلاستيكه صافي حتى تبرد، وقدموها زينوها بالطريقه اللي نتوما بغيتو، وقدموها بالصحه والراحه. كتكون بارده، كتكون منعشه زوينه بصراحه، كتجي لذيذه. اللي كالها عندي كيسولني على المقادير ديالها، هي ما فيها شي حاجه اللي بزاف، ولكن كتجي لذيذه وكتجي زوينه. كما كتشوفون الطبقات راه كيكونوا باينين، 3 ديال الطبقات. زينتها هنايا بواحد شويه د الحامض وشويه د النعناع. يمكن لكم تزينوها بطريفه ديال الليمون، شويه ديال الكوك، اللي بغيتو نتوما الاختيار ديالكم. كنتمنى تعجبكم هاد الطاغط او هاد الكيكه طبقات، وتجربوا ان شاء الله وتنال الاستحسان ديالكم. خليو لي الراي ديالكم في التعاليق، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنساوش الناس يلا كيشوفوا القناه ديالي اول مره ديروا لي ابوني او سبسكرايب، فعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلكم اي جديد، وبارطاجيو لي فيديو والقناه ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. يلا البنات، الله في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله. السلام عليكم.